انت واخد سبائك مصر كلها عندك ولا ايه؟ لا 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 ابدا والله. انت بتعمل ايه يا عماد؟ بتعمل ايه؟ انا بعد وراك. تعد ورايا ليه؟ طبعا في اصل الحكايه استاذ حمدي، ازي أهلاً حضرتك بيك يا عامل عماد ايه؟ بيه، اهلا بيك. النهارده في بدايه لقائنا في اصل الحكايه بني سويف، عايزين نعرف بقى مين استاذ حمدي ودخلت المهنه ازاي وسنه كام؟ انا مدرس رياضيات، اتخرجت سنه 1997 من كليه تربيه بني سويف. اشتغلت في التدريس لحد 2004 وسافرت سلطنه عمان انا وزوجتي، اشتغلت هناك لحد 2008. رجعت في 2008 دي وقعدت ادور على اي مشروع اشتغل فيه، فجت كان اخويا لفت نظري لموضوع محلات الذهب وكده، فحاولت افتح هنا في بني سويف، بس كانت امكانياتي لسه في البدايات وكده، ما كانش ينفع اخش انافس في جو الموجود في بني سويف. فحد زميل ليا اقترح عليا ان انا افتح في البلد بتاعتنا اللي هي مركز ناصر بوش، وفتحت فيها فعلا في 2009. وكان جو صعب جدا، يعني كانت بدايه انا ما اعرفش اي حاجه في الذهب. وانا كنت مسافر القاهره الصاغه، اقعد ادعي كده في الطريق ان اللي معايا ده يكون ذهب، لان انا اصلا ما اعرفش مش يعني عارف ايه ده ولا الحاس. يعني وانا رايح اشتري الذهب اول يوم في الصاغه، فوانا ماشي عديت على محلات بتاع اكسسوارات وكده يعني. اللي هو الدهب الصيني. الذهب الصيني، فعمال اقول هو انا هعرف ده من ده ازاي؟ يعني أيوة. الموضوع صعب جدا يعني. وربنا ييسر وبقينا الحمد لله في وضع وده كان سنه كام بقى؟ فتحت سنه كام؟ هنا فتحنا 2022. طب برضو العملاء برضو عايزين يعرفوا احنا فين العنوان بالظبط. العنوان في بني سويف، ميدان المديريه، قدام حديقه المديريه، ونقلوها في مكان تاني فعملوا الحديقه دي، فدي بقت اسمها حديقه المديريه. برضو نعرف برضو العملاء اسم المحل. محل اسمه سوفونير. سوفونير. ده سوفونير حمدي العاوي في بني سويف. خليك معايا في اصل الحكايه. وزي ما وعدتكم ان احنا جينا بني سويف عشان نعرف يعني ايه سفاح بني سويف، واحنا دلوقتي المواجهه. يعني ايه سفاح بني سويف؟ لا يا عم مش سفاح ولا حاجه والله. هم اللي بيقولوا ان انت سفاح بني سويف. اغلب خلق الله وما عمرنا ما نيجي على حد يعني. انما ده كلام بيتقال كده، انا ما اعرفش بيجي ازاي. بس انت سمعت زيك زينا يعني. تمام. ولا انت فعلا سفاح؟ لا 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 ابدا والله، ده احنا اغلب خلق الله يعني. طيب يعني دي طلعت اشاعه في الاخر. طبعا اشاعه في بني سويف، وجينا عشان نتحقق منها في اصل الحكايه. وفي الذهب دايما في بيع وشراء، في سعر للبيع وسعر للشراء، وده متداول في العالم كله. الا بني سويف الموضوع مختلف تماما، الموضوع رايح في حته ثانيه ومشاكل في حته ثانيه تماما في اسعار البيع والشراء، وده اللي احنا هنعرفه النهارده. عشان كده احنا جينا بني سويف النهارده مع الاستاذ حمدي نعرف بقى الموضوع بالظبط. احكي لنا ايه المشكله، ايه اللي حصل في الاسعار؟ هو دايما فرق البيع والشراء بيكون على حسب المنتج اللي معاك. يعني لو هو ذهب معتمد زي شركه لازوردي وايجيبت جولد، بيبقى بنلتزم بالسعر المعلن اللي هو البيع والشراء، واذا كان في فرق بسيط بياخدوا المحل المكسب. بس مشكله ان بيبقى في ذهب تاني بتاع ورش بيكون العيار بتاعه ناقص شويه في عن عيار 21. في الحاله دي بيبقى في فرق بين سعر البيع والشراء هنا في بني سويف. وللاسف كان في ناس بينافسوا بعض في الاسعار في المصنعيات وكده، وكان بيبقى في العيار مش مظبوط بتاع الذهب. يعني عيار 21 بيبقى 20، بيبقى 20 ونص. هقاطع حضرتك معلش، ده بالنسبه للورش مش المصانع. طبعا. تمام. فكان الناس بيتحدوا بعض في الاسعار، وكل واحد عايز يبيع بسعر اقل عشان يبين ان هو اميز من المحلات الباقيه، فكل ده ما بيتضحش للزبون الا وهو بيبيع. ففي الحاله دي بيبقى في فعلا فرق بين البيع والشراء، وبالتالي بنحتاج ان احنا نعمل شيشنا على الذهب قبل ما نبدا نحدد للزبون سعره، لان احنا مش عارفين هو العيار بتاعه هيطلع كام. العميل عايز فلوسه، نعمل ايه؟ في الكومنتات جالي بقى تعليقات كتيره قوي ان العميل عايز فلوسه بعد ما حجز وسعر السبيكه نزل 1000 جنيه ونزل اكتر، فالعملاء بيرجعوا عايزين فلوسهم من المحلات، ومشاكل وخناقات بتحصل كتيره جدا. احكي لنا بقى ايه اللي بيحصل في الموضوع دوت، وازاي بتتعاملوا في المشكله ديت؟ طبعا اليومين اللي فاتوا كان في مشاكل كبيره جدا بسبب طلوع السعر ونزوله، وهو الذهب بيطلع الناس عايزه تشتري ذهب، وللاسف كانت السبائك قليله شويه في السوق. فكان العميل بيقول لي طب انا عايز احجز السعر دوت ويبقى ليه عندك سبيكه تيجي بعد اسبوع بعد 2 زي ما تكون. اقول له ما فيش مشكله، يعني انا برضو عايز اخدمه،
لان انا احجز له السعر، انا كده بقدم له خدمه، ان هو خلاص بيقطع السعر دوت ويبقى يستلم بعد اسبوع او 2، لان احنا مش عارفين بعد اسبوع او 2 الدهب هيروح فين. فباخد منه الفلوس وبقول له كلام واضح وصريح، انت ليك عندي سبيكه اللي انت دافع فلوسها، انما ما تجيش تقول لي انا عايز فلوس. فجه بعد اسبوع الذهب طبعا سعره نزل، جه الزبون انا عايز السبيكه، والله السبيكه لسه قدامها يومين 3 عقبال ما تيجي، لا يا تديني السبيكه يا اما تديني فلوسي دلوقتي اللي انا دفعتها. طب يا عم ما السعر نزل، لا انا شوف لك حل. قلت له لا انا عايز تاخد فلوسي يبقى تاخدها بسعر اليوم اللي احنا فيه النهارده، انما ما ينفعش اديك، لان انا قلت لك ان انت ليك عندي سبيكه. هو لو الذهب زاد انت كنت هتيجي تقول لي اديني فلوسي؟ لا كان هيطلب الذهب طبعا. طبعا. وهو العميل ممكن ما يبقاش عارف ان احنا التجار بيقطعوا حاجه اسمها قطع. هو مش متخيل كده، هو فاكر ان الفلوس موجوده عندي في الخزنه ونزلت السعر دي هي اللي كسبتني انا. لا ما يعرفش ان احنا اوريدي كده اوريدي قطعنا اشتريت. السعر. اوريدي اشتريت طبعا. لا انا مش هقدر اخلي الفلوس عندي وبعدين الذهب يرفع ادفع الفرق ده من جيبي، انا مش هقدر ادفع الكلام ده. فدي مواجهه جامده جدا بين العملاء طبعا وبتزعل الناس مننا، بس احنا غصب عننا. أنا لو بايدي حاجه اعملها له كنت عملتها له. طبعا. برضو احنا لسه في فقره الكومنتات، ولقيت في بعض الكومنتات ان الناس بتشتكي من الميزان. يعني ايه المشكله في الميزان؟ هل المشكله في الميزان بالتقيل ولا بالاخف ولا مهزوز؟ ايه مشكله الميزان؟ هي مشكله الميزان دي مش معايا انا والزبون، دي معايا انا وربنا. فما ينفعش الزبون يجي يحاسبني على الميزان، الميزان ده ربنا اللي بيحاسبني عليه. تمام. وده مستحيل ان الواحد يقرب منه، لان احنا في الاخر احنا هنتحاسب على كل اللي احنا بنعمله يعني. طب الزبون برضو ليه راي، بيشوف حاجه انت بتثبتها له بتقول له لا ده هو الصح كده، انت بتقنع الزبون ازاي؟ والله انت الميزان قدامك، تعالى نوزن ونشيل الورق اللي موجود اللي موجود على الذهب ونوزن وتاخد وزنك صافي، ولو ليك ملي خده مني. انا مش هستنى لما ربنا يجي ياخده مني. انت بتعمل ايه يا عماد؟ بتعمل ايه؟ انا بعد وراك. بعد ورايا ليه؟ الناس بتشتكي ان بياخدوا الفلوس ناقصه 1000 2 3، فانا قلت اعد بقى اشيك يعني اشوف الدنيا فيها ايه. لا مستحيل الكلام ده يحصل عندنا. مش الكلام ده اكيد؟ لا مفيش الكلام ده عندنا طبعا، لان احنا عندنا المكنه بتعد الفلوس سواء مختلط او فردي، فمستحيل يحصل الكلام ده. ولو انت شاكك في حاجه احنا عندنا الكاميرا متسلطه على المكنه بتاع الفلوس وبنراجع لك اللي انت عايزه كله، فدي مستحيل تحصل عندنا. ولو حصل قبل كده يبقى غلطه من العميل. احنا بنراجع الكاميرات دايما، بيكون العميل هو اللي عنده مشكله. يعني في ناس تبقى جايبه الفلوس متخيل ان هو معاه وليكن 150,000، ال 150,000 دي كان عنده 120 في البنك وفي 30,000 سحبها من المكنه. ال 30,000 اللي سحبها من المكنه ممكن ما يكونش جابها معاه، يكون ركنها عنده في البيت. أيوة. فيجي هنا يعد الفلوس يلاقيها 120، يقول لي دي ناقصه 30,000، فيرجع البيت ويدور يلاقي 30,000 موجوده عنده هو في البيت. انما احنا عندنا الحمد لله ما بيحصلش اخطاء. ولو في خطا احنا جاهزين ان احنا نرده لصاحبه. انا سعيد ان احنا النهارده في بني سويف، وده شرف لينا ومن اجمل الحلقات في رمضان ان شاء الله. لا انت نورت بني سويف كلها والله. انا عرفت دلوقتي ليه مفيش سبائك في مصر، السبائك كلها جت هنا بني سويف. اللي عايز سبيكه في مصر كلها هيجي بني سويف هيلاقي سبايك. انت واخد سبايك مصر كلها عندك ولا ايه؟ لا ابدا والله، احنا ما نخليش سبايك عندنا. التجار نفسهم ما عندهمش سبايك، انت اللي عندك سبايك كلها ازاي يعني؟ والله احنا بنجتهد جامد جدا عشان نقدر نوفر السبايك. يعني احنا بنبذل مجهود ملوش حل عشان نقدر نوفر سبايك للزبون، عشان الزبون اللي يجي يلاقي الحاجه اللي هو عايزها. ايوه انا دخلت محلات في القاهره ومحافظات تانية، العميل بيدخل عندك سبيكه مفيش بالحجز بالشهر. يعني انت هنا بتستلم فوري. احنا عندنا في القاهره السلام بالشهر، ازاي عندك فوري كده؟ ازاي الكميه دي؟ ما هو في سر ولا ده تميز؟ والله احنا بنجتهد، احنا بنشوف دايما السوق عايز ايه وبنحاول نبقى سابقين بخطوه. فالسوق عايز سبائك، بنحاول نوفر السبائك من قبلها بفتره بحيث ان الزبون يجي يلاقي كل حاجته موجوده على طول. زحمه في مجال الذهب، زحام شديد جدا 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 داخل محلات الذهب. في الاونه الاخيره لاحظنا ان في زحمه وفي بيحصل مشاكل ما بين البائع وما بين العميل، والعميل بيشتكي ان في تجاهل في المعامله، في معامله مش كويسه، في حاجات دي كلها بتحصل. فعايزين نعرف توضيح منك ايه اللي بيحصل بالظبط. والله هو احنا هنا بالنسبه لنا في المحل احنا بنعامل ربنا كويس جدا مع الزبون. يعني انا مش مستني ان الزبون يحسب ورايا عشان احسب له كويس او ان انا اديله منتج كويس، لا احنا كده دي بنراعي ربنا فيها. فولله الحمد ده بيبقى ليه رد فعل عند الزبون، فبيبقى في عندنا المحل دايما زحمه. نتيجه الزحمه دي وفي الوقت الزحمه ممكن يجي زبون يسال عن حاجه بسيطه، فاللي واقف بيبقى ملخوم مع زبون تاني بياخد كميه ذهب، فممكن يعني يبقى في شويه تجاهل كده،
فالزبون بيصعب عليه وبيمشي من المحل وبيعاتبنا في الموضوع دوت. بس هو جاي في توقيت المحل فعلا فيه زحمه. هو لو جه في وقت تاني الدنيا رايقه بياخد حقه تالت ومتلت وبيتفرج زي ما هو عايز. زحمه ولازم يكون مركز، ولازم يكون في طبعاً، عميل واقف طبعاً. معاه بيرد على اسئلته الاول، في اولويه للواقف الاول. طبعا طبعا. بس هي الفكره ان الزبون بيصعب عليه مننا لان هو متعشم فينا كتير، ودي حاجه احنا بنشكره عليها ان هو بيلفت نظرنا لحاجه زي كده. طب احنا برضه عايزين نوضح للعميل ايه الخدمه ما بعد البيع. احنا عندنا العميل ده بالنسبه لنا ده بيبقى في علاقه بيننا وبينه، مش مجرد ان هو خد البيعه ومشي، لا دي بقت علاقه دايمه. علاقه دايمه دي بيلاقيها في كل حاجه، حتى لو الحاجه ما تخصناش. يعني لو العميل عنده منتج في الذهب ومش واخده من عندنا وفي مشكله، احنا بنصلحه له وما عندناش اي مشاكل خالص، لان احنا في الاخر احنا مش هناخد غير الرزق اللي ربنا كاتبه لنا. فاحنا النقطه دي ما عندناش يعني اي احقاد ولا اي ضغائن فيها خالص يعني. طيب سؤال مفاجئ وسؤال ضرب نار بقى، بتتعامل ازاي في المنافسه الشرسه اللي في وسط المحلات؟ شايف يعني ما شاء الله الشارع كله محلات ذهب، في منافسه شرسه اذا كان على السوق او على السوشيال ميديا، ازاي بتتعامل في المنافسه ديت؟ والله احنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا، واحنا عندنا يقين ان احنا مش هناخد غير الرزق اللي ربنا كاتبه لنا. فاحنا بنشتغل وبندي للشغل حقه وبندي للزبون حقه، وان شاء الله ربنا بيكافئنا على الكلام دوت، وبيبقى الحمد لله. بيقال ان الناس العملاء بيخافوا يخشوا المحلات اللي جنبك وبيجوا لك خوفا من السفاح بني سويف. لا ابدا. يعني الناس كلها بيجوا لك خايفين منك. لا مش خوف ولا حاجه والله، ده هي محبه من عند ربنا، لان دي دعوه والدتي ليا ان ربنا يحبب فيه خلقه، ودي الحمد لله الواحد بيشوفها في ما عشان كده يعني. حبيناك وجينا لك من القاهره لبني سويف مخصوص. ربنا يبارك فيك، الله يرحمه. في اصل الحكايه انتظرونا يوم الخميس. حاجه غير متوقعه تماما اني الاقي دايموند جوه المحل، ودي حاجه مش موجوده في بني سويف او عدد قليل جدا اللي عنده دايموند. عايزين بقى نعرف ونعرف العملاء انت عندك دايموند وشركات ايه اللي بتتعامل معاها. ويلا بينا في اصل الحكايه نعرف القصه. الالماس ده فيه مشكله كبيره جدا بالنسبه للزبون، لان هو الزبون بيشتري الالماس بس بعد كده ممكن يجي يبيعه. فاحنا لما جينا نخش مجال الالماس قعدنا ندور ايه احسن شركه لما الزبون يجي يبيع الذهب نعرف نرجعه لها تاني. فالحمد لله ربنا كرمنا وتعاقدنا مع شركه اي جي دايموند، ودي تعتبر احسن شركه في الريسيل. طبعا، لان هم بياخدوا اقل نسبه خصم بالنسبه للالماس، ودي اللي الحمد لله نجحتنا، لان دي ما بتعملش مشاكل مع الزبون، لان الزبون وهو جاي يبيع الالماس عايز ياخد فلوسه زي ما اداها لك وهو بيشتري. خبر حصري وفي رمضان، الحلقه دي هتتذاع في رمضان. تحب تعمل خصم للعملاء بتوعك في رمضان؟ احنا كده بنعمل للعملاء بتوعتنا احلى خصومات، وبالذات في الالماس بنعمل خصم 50%، وبالنسبه للمشغولات بنعمل خصم 30%. طب دوت طول شهر رمضان طول ولا شهر لفتره رمضان. معينه؟ لا طول شهر رمضان. طول شهر رمضان في خصومات، تعالوا اسالوا عليها. وصلنا لفقره سوق الذهب. سوق الذهب اللي في مدينه العبور عباره عن 200 محل ذهب، ايه رايك في سوق الذهب؟ طبعا دي حاجه جميله جدا ان انت تلاقي كل محلات الذهب في مكان واحد سواء جمله او قطاعي، ودي كانت موجوده في الخليج في جده بالظبط. فحاجه جميله طبعا. وهتوفر بقى الزحمه اللي احنا كنا بنروحها في الساغر. والحر والكهرباء والشبكه والدخول ومفيش هناك ارسال وركنه العربيات والحاجات دي كلها. وفي نهايه حلقتنا زي ما اتعودنا دايما ان الضيف هو اللي بيختم الحلقه. كل سنه وانتم طيبين، انتظرونا في رمضان مع برنامج اصل الحكايه مع عماد كودك، والف شكر لبرنامج اصل الحكايه ان هم جالنا بني سويف مخصوص عشان يصوروا معانا.